السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا النهارده هنتكلم عن دوري ابطال اوروبا، مدعكه اللي حصلت قبل كده واللي حصل في الدور 16 طبعا، وتوقعاتنا للدور الثمانيه ان شاء الله، وكل ماتش والحاجات الغريبه اللي حصلت فيه والحاجات اللي احنا كنا متوقعين انها تحصل واللي ما حصلتش اصلا. لازم بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه اول مره، والتيك توك شغال زي الفل والانستا كمان. يلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها النهارده ماتش السيتي والبايرن، واللي حصل طبعا والنتيجه الغريبه اللي حصلت واللي السيتي عمله في البايرن. تمام، بغض النظر بقى مين كان يستحق يكسب ومين ما يستحقش يكسب، مش مهم بقى خلاص. احنا دلوقتي هنقول تحليل الماتش، الاداء الخرافي اللي السيتي عمله. بص بقى يا معلم، بدايه كده احنا لما بنيجي نتفرج على السيتي وبنيجي نتفرج على البايرن، دلوقتي في واحد حنيكها بزياده قوي وبدع وحط الابداعات بتاعته كلها ورمى كل الكروت واكانجي وعندك ستونز والدنيا، وده يلعب باك يمين وده يلعب باك رايت، وكان مقدم كمان واحد من المدافعين عشان يبقى ديفنس كمان جنب جندوجان، وكانت في خطوره هجوميه حصلت فظيعه. المنظومه كلها منظومه متكامله من الدفاع تمام لحد الهجوم كلهم. يعني مثلا لو كره واحد لواحد فهو السيتي هتقدر تاخدها، يعني اللعيبه عندها امكانيات فرديه حلوه وعندها وكلها بتساند المنظومه كلها اللي هي منظومه السيتي اللي هي تقريبا دلوقتي احسن منظومه في العالم. لو هنيجي بقى نتكلم عن السيتي يا جماعه، فاحنا بنتكلم عن بيب جوارديولا. بيب جوارديولا محفظ اللعيبه هيعملوا ايه بالظبط في اي سيناريو ممكن اللي هو يحصل. انت لو هتلعب 1 على 1 هتروح الناحيه كذا، لو هتلعب 2 على 1 هتلعب تعمل كذا، لو هتلعب 3 على 1 ممكن ترجع وتباصي لكذا، وهالاند هيفتح هنا، وهتلاقي مثلا برناردو سيلفا بيلعب هنا، وبرناردو سيلفا اللي هو قال عليه ان هو ممكن يمشي من الفريق وان هو لعيب جوكر وبيلعب له في كل الاماكن. واللي هو لعيب جوكر بيلعب له في كل الاماكن. ده لعيب ما ينفعش ان انت تستغنى عنه خالص، بيعدي من واحد والتاني والتالت، ما عندوش اي مشكله قدام اي مدافع. واللي عمله في اللي هو ماتش امبارح ده ماتش جامد طبعا، واللعيبه كلها عملت اللي عليها، واحسن واحد في الماتش تقريبا بالنسبه لي هو اكي اللي بالدفاع بتاع السيتي، لانه كان حاطط كومان في جيبه، اي حد يجي وكومان قلب الناحيه الثانيه عشان برضه يعرف يهرب منه. وبرضه ايه اكانجي كان حاطه برضه، كان ظابط الدنيا تمام. فهو السيتي الصراحه عمل ماتش عالمي، وبيب جوارديولا برضه، فهو بيب جوارديولا لو ما خدش دوري الابطال فهو يبقى مقصر جامد. هو معاه احسن لعيبه في العالم. ايوه منحوس والله. اصل انت بتلعب باكانجي وستونز وبتلعب باكي وبتلعب بجاز، كل دول في الدفاع ومنهم واحد بينضم مع جندوجان، عامل خطوره هجوميه فظيعه. لو هنيجي بقى نتكلم عن توخيل يا جماعه، لو كان استغل الهجمات المرتده وكان استغل الهجمات بتاعته وكان طلع قدام وكان هاجم بشراسه اكبر وكان منزل هو كان زمان في خطوره كانت هتحصل. الهجوم كان وحش، ما كانوش قادرين ان هم يوصلوا للجون. يعني مثلا وصلوا مرتين ثلاثه والمرتين ثلاثه مش خطيره تمام. فهم هي منظومه الباير جامده طبعا تمام، والماتش كان هيبقى جامد قوي في الشوط الثاني لولا اوباميكانو اللي عمله. بس انا اول مره اشوف لعيب يوصل لنهائي نهائي كاس عالم مع فرنسا ويغلط غلطه واحده تخليه يشيل خلاص ثقته في نفسه خالص. مفيش لعيب كده في الدنيا. يعني لو ايا كان هو مين، خلاص غلطت غلطه خلاص. لسه في ماتش وانا مش لعيب صغير، انا وصلت نهائي كاس عالم. هنيجي بقى نتكلم في ثنائيه لازم ان احنا نتكلم عليها ونذكرها جامد قوي يا جماعه، كيفن دي بروين وهالاند. يا جماعه هالاند وكيفن دي بروين دول لاعبين جواهر، ما ينفعش ان السيتي عمره ما هيستغنى عنهم. احسن واحد بيصنع واحسن واحد بيخلص، ما تبقاش فاهم الاثنين موجودين في فرقه واحده. فانت شبه كان في ستيكر كده في الواتساب، بتلاقي واحد بيحدف اجوان على الثاني وهو بيوديها ناحيه الجول. يعني هو كده فعلا، يعني انت واحد بيوصلك بكل الطرق ناحيه الجول وانت بتهدف. ده كل اللي عليك ان انت تدخل اجوان. وفي يا جماعه لعيب احنا قلنا عليه السنه اللي فاتت ان هو من احسن لعيبه السيتي، ولو يكون هو احسنهم، اللي هو رودري. رودري ديفنس كما يقول الكتاب، جامد جدا. ووضعه الهجومي لبيب جوارديولا اللي عمله فيه، واللي خلاه يشوط من بعيد، واللي خلاه يضغط، واللي خلاه يضغط من قدام ويبقى موجود مع المهاجمين وموجود على خط ال 12 بتاع ضربه الجزاء. لا، كل دوت فكر، كل ده تجهيزات لحاجه كبيره هو فعلا حطه فيها، وهو بقى حاجه كبيره جدا بالنسبه للديفنس، ويفرق كتير جدا عن اي حد موجود في العالم في المركز ده. هي السيتي من اصغر واحد فيها لاكبر واحد، فهم كلهم كانوا عاملين اللي عليهم ومتكاملين. كانت المنظومه كلها متكامله، يعني ما فيش حد بيأثر في حاجه تمام. السيتي الباير كان في اوباميكانو دوت في الدفاع عمل غلطه، شال ثقته خالص، بوظ الماتش
تمام بافر ده ما كانش كمان بافر صح برضه ما كانش فيها خالص تمام. وفين كانسيلو ينزل مكان بافر. كانسيلو ده اصلا يعني ما ينفعش يقعد دك يا جماعه. موسيالا كان اصلا تايه ما بين اسمه دوت خط النص، ما كانش لاقي نفسه. هو الهجوم كله كان وحش، ما كانش في حد حلو. من سانيه ضيع 3 4 كور ما ينفعش يضيعوا، مش سانيه ضيعه. وجنابري هو وحش تمام، وهو حطه اصلا سترايك. ما فيش جنابري عمره ما وقف سترايك، ما بيوقفش خالص. هو ما عندوش سترايك، عنده شالوبا دوت، وهو مش شالوبا، اسمه شابو بواتينج دوت مش على المستوى خالص، ضايع. فين ماني بقى؟ ما انا بقول كده، ماني نازل الدقيقه 70 او الدقيقه 75، ده هيعمل لك ايه؟ انت كان خلاص دخل فيك 2 تقريبا. ما ينفعش. هو اصلا هو يعني عمل حاجه غلط وصلحها بغلط تاني تمام. يعني هو خلاص جنابري اصلا وحش اصلا. هو لو حطه في مركزه فهو وحش، هو مش فايق الفتره دي تمام. فانت خلاص بقى نزله حبه في اخر الشوط الثاني وخلاص، يمكن يعمل حاجه تمام. انما تحط شواتنج في ماتش باريس كان ظابط الدنيا صح. كان بيلعب حلو، كان بيرجع بيصنع ومش عارف ايه تمام. كان لازم تحط مهاجم. ماني فين ماني ده اصلا يعني تقريبا هو النجم بتاع الفرقه، ما ينفعش تسيبه كده اهو. حتى لو هو مصاب، حتى لو هو لسه بقاله شهر، نزله. شفت المشاكل اللي حصلت ما بين ماني وسانيه، بيقول شتمني شتيمه عنصريه ومش عارف ايه وبتاع، وماني هو اللي كان هيتوقف وهو اللي كان هيخرج من الفريق على حساب ماني، عشان ماني الماني. كل دوت يا جماعه بيحط في الفرقه ان انت في تخبطات وفي حاجات اصلا بعيدا وبره عن اللعب التكتيكي اللي موجود داخل الملعب. يعني هو الغلطه مش غلطه توخيل برده بالكميه الكبيره، على قد ما هو اللعيبه تحس ان هي مش عايزه تلعب، مش مقبله على ان هي تكسب، مش زي زمان ايام برشلونه. توخيل جامد اصلا تمام، وهيعمل حاجه مع البايرن. بس هو غلطتين دولت، اللي هو اولا اوباميكانو شايفه خرج من الماتش على طول اطلعه. انا مش هسيب له فرصه، ده ماتش خلاص اخسر مع السلامه. مش ماتش في الدوري مثلا هقول له خليه ياخد ثقه اكتر يرجع، لا فاهم انت. خلاص اطلع ونزل كانسيلو، حط بافر قلب دفاع، او خلي كانسيلو قلب دفاع، او اكيد عنده قلب دفاع تاني حلو صح تمام. فكده غلطه تمام، وهو حاولش يصلحها. واللي هي بتاع جنابري دي، جنابري لو وقف السايكل مش هيعمل حاجه. نيجي بقى على النادمين من رحيل توخيل، تشيلسي وريال مدريد. ايه بقى اللي حصل؟ انتوا ايه سحر بنزيما سحر قلناها السنه اللي فاتت. بنزيما هو صايم ما بيسميش، بيضرب الثلاث بلحات بيضرب الثلاث بلحات وكوبايه اللبن وشكرا. لا يا جماعه والله العظيم بجد كريم بنزيما مستوى تاني في الهجوم، مستوى تاني. اللعيب دوت لو تفتكروا في الفيديو اللي فات انا قلت لكم ان هو في الفيديو اللي نزل على اليوتيوب، خشوا اتفرجوا عليهم، فيديوهات جامده جدا. لو بتيجوا تشوفوا ان اللعيب ده هجوميا خطير، بيديك حلين اصعب من بعض. هو لوحده منظومه، بيعمل كل حاجه لوحده، بيدي حلين صعبين قوي على المدافع. ان هو انا بتقدم بجري جنبك انت حر، هاخر نفسي هتلاقي فينيسيوس جونيور بازاري الكوره دخلت جول، مش هتاخر نفسي وهتيجي تقعد في جنبي هتلاقي فينيسيوس جونيور عدى ودخل جول. سهولتها في بصيلتها. والله العظيم انا عملت كاريزما وعملت شخصيه من السنه اللي فاتت، ووديت فرقتي لنهائي دوري الابطال واخدت بيهم دوري الابطال، وعملت كل اللي ممكن يعمل في كره القدم. خليت المدافعين فعلا بيخافوا من بنزيما يا جماعه، وفعلا ما بيعرفوش يقفوا قدامه. وبنزيما بقى عنده حلول كتير، وبقى عنده شوط على المرمى وتمريرات، وبقى عنده بيمرقص دلوقتي لا بقى تحس ان هو اتقلب 180 درجه بصراحه. يعني بصراحه هو عامل فورمه جامده جدا هو وفينيسيوس جونيور، وطبعا رودريجو على الناحيه الثانيه. عندكم خط هجوم من احسن خطوط الهجوم اللي موجوده في العالم، محدش يقدر ينكر ده خالص. لكن ان انا مستغربه ان احنا برضو كنا بنهاجم. لو تيجي تتفرج بقى على الهجوم بتاعنا احنا، جواو فيليكس يا جماعه ضيع انفراد ما يضيعش، وجيمس عمل عرضيات، وكانت برضو عوده كانتي، مفيش بتحس بقى في حاجه غلط. تشيلسي من ساعه ما عملت الانتقالات دي كلها فهي بدات تفوق تمام، وهي جامده وعملت ماتش حلو تمام. بس بنزيما بيعمل ايه اللي هو السهل اللي هو محدش بيعرف يعمله. فاهم انت الخبره اما توصل للليفل عالي من الخبره في الكوره بتبقى مرعب. فاهم انت اللي هو ايه اللي هو ممكن يعني مثلا ايه عورك في اي لحظه. يعني ممكن الفرقه بحالها تقعد مثلا ساعه عشان تجيب الجون تمام. انا ممكن اعملها بسلاسه خالص اجيب نفس الجون وفي وقت قليل ومجهود اقل. وبيرجع وبيستلم وطاقه وجري. هو منظومه. لا مفيش كده هو منظومه كل هو اللي بيبني الهجمه من نص الملعب وبيطلع يجيب الجون تمام. مفيش مهاجم بيعمل كده دلوقتي، لازم يبقى عنده الليفل من الخبره عن بواقي الريال بمعنى اصح، مع ان هم مش بواقي دول والله العظيم اعظم من الجواهر. عندك توني كروس ومودريتش يا جماعه، الاثنين دول
انا مش فاهم هم في المستوى ده ازاي. انا مش واحد عنده 37 سنه والتاني تقريبا عنده 35 جددنا عقده مع توني كروس. مع توني كروس. هو كده وكده لازم يتجدد عقده. واحد بيلعب لك ديفنس اخد البوكس رايح جاي وبيهندس لك كده في الملعب. عنده 35 سنه. والله مش عارف ايه ده. شفت كافامينجا حرفيا مش فاهم. كافامينجا بيلعب ايه ده؟ ايه اللي بيلعب باك شمال وبيلعب باك يمين وبيلعب خط نص واي لعيب مع انشيلوتي بصراحه بحس ان هو لازم يلعبه جوكر. لازم تلعب جوكر. في مدرب ايه مهما كان اللي قدامه دوت ممكن يخليه نجم حتى لو هو عادي. هي اهم حاجه الصراحه. يعني هو فينيسيوس جونيور مع الزمالك كان عامل ازاي؟ لا ما كانش لعيب كوره. ما كانش لعيب. كان بيضيع حاجات ما تضيعش. هو انت ممكن تقول برضو ان هو كان صغير شويه في السن، بس هو لا، هو كان مع انشيلوتي برضو كان بيضيع. بس انت لو تشوفه بعد كده في تقدم المباريات والدنيا ديت مع ان هو بيديله الثقه وكده. بعدين بيقول لك انشيلوتي بيعمل احسن اوضه لبس. انت متخيل؟ وهي اهم حاجه اوضه اللبس. ايوه طبعا بيقرب من اللعيبه جامد. هو في فرق مدربين. في مدرب قلت زي ما قلت لك، في مدرب يخلي اللعيب العادي نجم، وفي مدرب يخلي النجم تعبان خالص. حتى لو هو لعيب جامد ما يدوش الحاجات اللي هو الاساسيات اللي تخليه يلعب ويحاول يعمل اللي هو عنده. انا عايز اقول لك على حاجه. مصطفى فاكر السنه اللي فاتت في دوري الابطال لما خدتوا نهائي دوري الابطال، لما كانوا رودريجو وفينيسيوس جونيور وفالفيردي واسمه دوت مش فاكر مين تاني كان معاهم واحد مندي اللي هو الباك الشمال. كانوا بيرقصوا عند الجمهور وبيعملوا كده. تمام. انشيلوتي جاي فكانوا هيوقفوا رقص، كانوا خايفين لحسن يقول لهم حاجه ولا بتاع. رقص معاهم. انت متخيلين يا جماعه اللي انا بتكلم في واحد عنده مش عارف 70 سنه ولا مش عارف عنده كام سنه بيرقص مع اطفال اللي هو العشرينات وبتاع. لا هو تعامله مع اللعيبه غير تعامله مع اللعيبه. بتحس ان هو ابوه. انت ممكن تشوف الموقف اللي قاله ده موقف عادي، اللي هو عادي، هو بالنسبه لهم حاجه كبيره. لكن هي مش حاجه عاديه. اللي هو انت لعيب كوره تشوف المدرب بتاعك بيرقص معاك وبيقرب المسافه بينكم وبيكسر الحاجز اللي هو انا مدرب وانت لعيب. لا ان انت كده خلاص بقى اللي هو احاول اعمل اللي عندي عشان المدرب دوت اول حاجه عشان المدرب. لا وانا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه. المدرب بيتعامل في اوروبا غير المعامله اللي هنا خالص. غير المعامله في مصر خالص. يعني انت عندك جواو كانسيلو مش عارف بيقول لك ضايق مش عارف المدرب اللي كان قبل توخيل قعدوا ماتشين كام ماتش وكان اصلا كان مضايق بيب جوارديولا مشاه اصلا من الفريق. انت متخيلين؟ المدرب بالنسبه للنادي هو اهم بكتير من اي لاعب موجود في النادي. فبقول طبعا هارد لك لتشيلسي وريال مدريد كسبت فوز مش عايز اقول اللي هو ساحق وفوز ان هو ما يقدرش يتعوض، بس على استحقاق لان لسه في لسه في توقعات ولسه هنشوف الدنيا ديت ماشيه ازاي. بس عايزين نعرف يا جماعه ان تشيلسي والله العظيم كانت ممكن تخرج من الماتش دوت بنتيجه احسن، اللي هو مثلا 2-1 كان بالنسبه لنا احسن في سانتياغو برنابيو. انت كسبان 2-1 يعني بالمواجهات المباشره ممكن لو كسبت مثلا 2 خلاص انت شكرا. فكان الموضوع هيبقى اسهل بكتير. لكن الدنيا اتخنقت علينا جامد. احنا هنلعب في الماتش الجاي على ملعبنا بس مش مضمون خالص ان انت تعرف تكسب الريال برقم. انت ريال مدريد هتظل في الاول وفي الاخر ريال مدريد. وشبه ما قال برضو بيب جوارديولا لما جم سالوه هتكسب دوري الابطال امتى؟ قال لهم ما هو موجود ريال مدريد هكسب دوري الابطال ازاي؟ فهو بصراحه فرقه يا جماعه. ولو هم فضلوا كده في الماتش العوده تمام هيخسروا برضه. تمام عشان لازم ان هم يغيروا من نفسهم ويغيروا طريقه اللعب عشان الطريقه دي مش هتنفع مع الريال. تمام. وبالنسبه لماتش احنا ما عندناش خبره. الباير احنا كل اللعيبه صغيره مفيش خبره. هو ده غلط. ما هو ده مصيبه مش غلط. ده مصيبه. احنا الخبرات اللي عندنا كيبا تياجو سيلفا كانتي يعني بيلعب على وتيره لا وجيمس اللي هو انا سمعت ان كانتي ماشي برضه. ما دي مصيبه برضه. ده ما كانتي رايح الريال. ده بيقولوا ان هو رايح الريال كمان. وكانسيلو رايح الريال وكانسيلو رايح الريال. وبرضه انا عايز اقول لك على حاجه. برناردو سيلفا رايح برشلونه. وعندك برضه لا وبيقولوا ده في حاجه جميله قوي سمعتها. في لعيب رايح تشيلسي جامد قوي جافي هيمشي من برشلونه يروح تشيلسي. بيقولوا لو ما اتجددش عقده ماشي في بيتها. يعني انا بالنسبه لي في بيتها فالموضوع في اللذيذ. رب المجان. ايه؟ رب المجان. ايوه